تحياتي. معانا الآن عملة فضية إصدار عام 1961، والعملة صدرت 1986 بمناسبة العيد الفضي للبنك المركزي المصري. تحمل في الواجهة صورة تمثال نهضة مصر. أعتقد إن التمثال ده قام بنحته الفنان محمود مختار. وراه طبعا اللي هي أزرعة الشمس، جنيه 5 جنيه فضية إصدار عام 1986 1406 هجرية، البنك المركزي المصري. طبعا كان معلوم إن قبل هذا التاريخ الذي كان يقوم بطباعة النقود الورقية هو البنك الأهلي المصري. ومن المعلوم أيضا أن العملات المعدنية يتم صكها في مصلحة صك العملة وليس البنك المركزي المصري. عندنا طبعا كده العملات المعدنية بتتم صكها في البنك زي ما قلنا في مصلحة صك العملات المعدنية، لكن العملات الورقية يتم طباعتها في البنك المركزي المصري. وطبعا من المعلوم إن حتى عام 1960 كان يقوم بطباعة النقود الورقية هو البنك الأهلي المصري، حتى إنشاء البنك المركزي المصري وإنشاء قانون البنك المركزي المصري. طبعا أدخل عليه تعديلات فيما بعد ذلك يعني، لكن حتى هذا التاريخ كان قبل هذا التاريخ كان الذي يقوم بالعملات طباعة العملات هو البنك الأهلي المصري. وكلنا طبعا محتفظين معانا بأوراق نقدية ورقية بفئات مختلفة مكتوب عليها البنك الأهلي المصري، سواء التي تحمل صورة توت عنخ آمون أو صورة الملك فاروق قبله. المهم العملة دي طبعا هي ليست من معدن الفضة. العملة دي كانت متداولة وهي تذكارية، وسعرها حوالي الآن عفوا العملة هي من معدن الفضة فعلا. العملة فعلا معدن فضة عيار 720. العملة فعلا معدن فضة 720. وسعرها 575 ل600 جنيه. عفوا عذرا هي فضة فعلا، وعيار 720، وسعرها حوالي 600 جنيه مصري. آسف يا جماعة، أرجو قبول اعتذاري. وهي من المعدن الفضة وهي تذكارية وغير متداولة، وهي تذكارية. أرجو إن حضراتكم تعملوا لايك للفيديو لو عجبك، وديسلايك لو ما عجبكش. وطبعا قبل كل شيء اعذروني عن هذا الخطأ الغير مقصود. ونرجو إن حضراتكم تشتركوا في القناة. العملات دي طبعا انت حضرتك هتلاقيها، لو انت من القاهرة هتلاقيها طبعا عند هواد جمع العملات والتجار العملات في سوق ديانة، بنك خلف بنك فيصل الإسلامي في القاهرة، الذي يعقد كل يوم سبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا. وطبعا احنا زي ما بنأكد ان احنا بنعرض العملات فقط وبنتاجرش هنا على النت فيها نهائيا. حضرتك ممكن تتوجه لسوق ديانة وتسأل عليها إذا أنت محتاجها، لو أنت عايزها تشتريها، أو في حالة كانت عندك وعايز تبيعها. وبنأكد دايما إن العملات بتبقى حالة نظرة وحالة حضرتك تقييمها بيبقى حسب النظرة وحسب الحالة.
وطبعا العملات اللي هي فضية تذكارية زي ديت بتكون عاملاها مصلحة سك العملة، ما بتكونش عاملة منها قطع كتير، لأنها بتكون شبه نادرة. يعني مثلا ممكن تكون عاملة 1500 قطعة فقط مثلا، أو 2000 قطعة فقط كده تذكارية، ما بقاش عاملة عشرات الآلاف منها يعني. نرجو إن حضراتكم تدعمونا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.